السلام عليكم المشاهدين، نتمنى تكونوا على خير وبخير وبخاصكم حتى خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. اليوم غنشارك معكم واحد الغديوه بسيطه وزوينه وصحيه 100%. ضروري ما نديروها من سيمانه لسيمانه لوليداتنا. القطنيات واعرين وزويونين الصراحه، وبغيت نشاركها معكم. الغدا ديالي طبيعه الحال انا راه ما كندير شي حاجه في هاد القناه الا ما درتها غير في داري. اليوم درت العدس، غندير معكم عدس. ومرحبا بكم عندي. وندوزو اشنو غنديرو في هاد العديسه ونشاركها مع صحاباتي، علاش لا، على بركه الله. هنايا عندي هاد الجميله، حكيت فيها 3 الصوص ديال الثومه كبارين، 3 الصوص ديال الثومه ومطيشه وحده، حكيتها حتى هي ودرتها في هاد الجميله. والعدس هنا ديجا عندي مرقاد، درتو مرقدتو في شويه الماء سخون وخليته باش يطلق ليا داك الكحوليه ديالو. هنا عندي 3 المطيشات موين. هاد هو العدس اللي قلت لك رقدت الليله بيتو مرقد الصراحه، تطلق ليا داك الماء ديالو تما، داك الكحوليه كلها غتحيد. هنا ندوزو للعطريه، غندير فيها غير شويه ديال التحميره. هذا زيت الزيتون اللي وريتكم البنات، غنطيب غير زيت الزيتون باش يجي صحي 100%. والعدس البنات شوف واش غيطلق ليا، شوف اللي كيشدو ينقي العدس ويديرو ديريكت راه صعيب الحال، كيكون فيها التراب وكيكونوا داوينو مداوينو باش ما يكون فيه حتى شي حاجه ديال الحشرات، كيديروا فيه الدواء. هذاك الشيء علاش نديروا ليه بحال نغسلها بحال هكا. ندوز الكاميله نحطها فوق العافيه ونشحر هاد البصيله، ونبدا ندير ديك الساعات العدس، ندير المطيشه، ندير كلشي مخلط، ونحركهم واحد شويه ونروي بالماء سخون دغيا كيطيب هاد العدس. حيت ديجا انا مرطباه، رطبته في الماء. هنايا هاد العدس انا صافي صفيته من داك الميها وغسلته مزيان حتى ولا تبارك الله نقي، ودغيا كيطيب ليا. ما غاديش نكثر ليه بزاف ديال الماء ولا نشعل عليه العافيه مهيله، دغيا يوجد ليا حيت ديجا مرطبته انايا، دغيا يشد الطياب. درت دوك 3 المطيشات المويان البنات. هادي غديوه بسيطه ديروا لوليداتكم وسط السيمانه. دابا دخل شويه ديال البرد، مزيان ندخلوا لهم شويه القطنيات. ندير ديك العطريه اللي قلت لكم، معلقه ديال التحميره صغيره، معلقه ديال الابزار، معلقه ديال الكمون، وجوج ضامات ديال الزعفران، قزبر والمعدنوس طبيعه الحال. الثومه قلتها لكم ما درتها هي الاولى مع البصله. وغنشحرها مزيان بحال هكايا، عاد غادي نروي بالماء سخون. ديجا عندي الماء طايب حدايا حاطاه وغادي نروي به. وهنايا عندي 3 د المعالق كبار ديال الحك ديال المطيشه، حتى هو غادي نديرو، هو اللي غندير دابا. وصافي غادي نروي عليه هنا، وغادي حتى الاخر، وغادي نزيدو من يطيب نزيدو شويه ديال المعدنوس من الفوق، وشويه الكمون، وشويه ديال زيت الزيتون، ونحطو في التقديم. دغيا كيطيب البنات. هذا ديجا عندي قلت لك مرطب ناضي. المهم هي المشاركه معاكم البنات. ولادي حاطه لينا العدس تا هو علاش طلع لي الشين ولا غالي. غنضحك معاكم. المهم والله الا غديوه زوينه، ما نحقروش العدس الصراحه، راه فيه فوائد زوينه تحطوه لوليداتكم. وهنايا دغيا وجد ليا حطيته في التقديم. دابا هذا التفصيل ديالي اللي غادي ناكل مع هاد الخبيزات. وليداتكم حطهم لي مضروبهم غير بالمعلقه بحال هكا، علموهم حطهم لي بحال لي صالاد. هاد العدس راه زوين ليهم، فن ليهم الصراحه. الا ما كانش كياكلوا الوليدات بزاف، حطوا ليهم غير في طبيصلات بحال لي صالاد. ايوا جا غزال تبارك الله، تا وجد ليا وطاب. وندير لهم شويه زيت الزيتون من الفوق، شويه الكمون، شويه القزبر، شويه المعدنوس بوحديتو. وحطيته مع هاد الخبيزات. وهذه ماكلتي ديالي انا، الطبيصيل ديالي غادي نحطو وغادي ناكل على بركه الله. انا كيعجبني العدس وزوين وصحي. مره نديروه الصراحه، ما نكثرش بزاف ديال اللحومات راه واعرين.
ايوا علاش لا، اللي ما نوعوش لوليداتنا مرة حوت مرة عدس مرة اللوبيا. ايوا هنا بالصحة والراحة، تهلاو ليا فروسكم.